الامهات اللي بتخاف تعمل غسيل الانف للاطفال، يعني الطفل بقى مرشح ومناخيره نازله والافرازات نازله على صدره والولد عمال يكح والدنيا بايظه، وهي نقول لها اعملي غسيل انف تقول لك بخاف. يعني لما كنت اقول لها املي دي محلول ملح واضربي في مناخيره بتخاف. اوكي، طيب ايه الحل عشان انت خايفه؟ روح اشتري بخاخات ماء البحر، في انواع بالهبل في الصيدليات، انا مش بعلن عن منتج معين، حتى انا مخبي الاسامي اهو، اي نوع يعجبك هاتيه وافتحي ودوسي. بص كده اهو، شايفه بخه جامده اهي، هتبخ في الطفل في الانف بتاع الطفل مره او مرتين يمين وشمال، وبعد ما تبخي برضو هتشفطي بالشفاط، يعني هتدوس على الشفاط وتخش ونفتح نشفط، او بنجيب الشفاط اللي هو بيبقى فيه خرطوم من ورا ده ونشفط بيه برضو، او بالشفاط الكهرباء، وان كان الموضوع مش مستاهل مصاريف يعني. ولكن اللي عايز اقوله انت لازم تعملي حاجه، يعني جبت بخاخات، غسلت بالبخاخ، غسلت بالسرنجه، اي وسيله تعجبك اعمليها، لكن ما تقعديش تسيبي ابنك مناخيره نازله وانت كل اللي عليكي بتمسحي له اللي بره بالمنديل، انت كده مش بتعملي حاجه ومقصره في حق ابنك، وصدره هيتملي بلغم وهتلاقيه دخل في نزله شعبيه. فما تبقيش قاعده ساكته وابنك مناخيره نازله، يا تغسلي بالشفاط يا تغسلي بالسرنجه يا تغسلي ببخاخات ماء البحر، لكن لازم تعملي حاجه.